السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل فيه تورتة بالشوكولاتة والفانيليا، جميلة جدا وتحفة وسهلة جدا وان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ في اي حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. طبعا انا مش ه... انا شارية المسحوق بتاع الكيك جاهز، اللي هو مسحوق كيك الفانيليا. هعمل واحدة بالفانيليا واحدة شوكولاتة. وطبعا محتاجين للمقادير بتاعتها، هي مكتوب طبعا على العبوة من ورا 3 بيضات ونص كوباية من اللبن ونص كوباية من الزيت. ما بيتحطلهاش اكتر من كده، وطبعا بنخفقهم كويس جدا. مش لازم لحد ما يعملوا فوم عالي، بس لا لحد ما ايه، البيض يتخلط كويس جدا مع اللبن والزيت. وبعد كده نزلت بمسحوق الفانيليا، بقلبه يعني بفضل اخفق فيه لحد ما اللون بتاعه بيبيض كده. وطبعا مجهزه الفرن على درجه حراره 180 فوق وتحت، والصينيه مقاس من 22 ل 26. انا طبعا ما عنديش 22، عملتها على مقاس 24. طلعت بالشكل ده، هتقعد نص ساعه وطلعت كده. طبعا غطيتها ومش هستخدمها الا تاني يوم. وعملت برضو كيك الشوكولاته بالطريقه دي، هسيبهم يبردوا وهستخدمهم تاني يوم. طبعا اللي حابب يعمل التورته دي بكيكه عاديه خالص من البيت، عادي مفيش اي مشكله. طبعا ده سمك الكيكه لما طلعت، انا متهيألي لو كنت عملتها في صينيه 22 كانت هتطلع اعلى من كده شويه. طبعا انتوا لو عندكم صينيه مقاس 22 مفيش مشكله. وطبعا اللي ما عندوش 24، هو بتفضلي تستخدمي لحد 26 مقاس الصينيه. بس انا يعني عملتها ما بين 22 و26، المقاس اللي هو ايه، اللي في النص اللي هو ال24. طرية جدا جدا جدا. طبعا هي في حاجة حصلت معايا، السكينة صغيرة جدا على مقاس الكيك، فكنت كل ما اجي الف واقطع واجي ادخل السكينة تاني، فكانت بتبوظ لي الكيك ومعرفش انا قطعت فين والسكينة تنزل وتطلع. فطبعا انا منصحش بكده خالص. اللي عايز يشتغل في تورت وبتاع لازم يجيب سكينة مشرشرة تكون اطول من الصواني بتاع الكيك. طبعا هي اتفرولت معايا، بس انا كده كده هشتغل بيها وهتطلع معايا جميلة جدا. ده طبعا الكريم شانتيه انا عملته، جبته خام ما اشتريتش اللي هو الاكياس. جبت ربع كيلو من الكريم الشانتيه وحطيت عليهم كوباية مية متلجة او لبن مسلج، واربع معالق كبار من السكر الخشن، وضربتهم كويس لحد ما السمك بتاعهم بقى بالمنظر ده. طبعا انا ما عنديش ستاند هحط عليه التورته، طب اعمل ايه؟ جبت كرتونه ورحت حاطه عليها فويل. مش لازم تكون مدوره، عادي فيكم تستخدموها مربعه، ايا كان البتاع، بس المهم ان نشتغل على ستاند او قاعده عشان الكيكه تثبت معانا. حطيت شويه كده من الكريم شانتيه، وهبدا ان انا احط طبقات الكيك. مش هتبدا، انا بدات الاول بالفانيليا، يعني انت لو حابه تعمليها اول طبقه بالشوكولاته مفيش اي مشكله. حطيت الوش كده بتاع الكيك بتاعنا من تحت، وطبعا سقيتها باللبن. اللبن ده انا مش حاطه عليه سكر، لان الكيكه بصراحه كانت طعمها مسكر وكده، فاللي حابب يحلي السكر اللبن كمان تبقى مسكره اكتر مفيش اي مشكله. اللبن ده كان دافي يعني، ولا هو ساقع ولا هو سخن، كان دافي. حطيت بقى الكريم شانتيه، هحط طبقه تاني من الكيكه السودا، شوكولاته قصدي يعني. وهدوس اضغط عليها بس ضغطه بسيطه كده وهعملها باللبن. واي طبعا قطعه من الكيك متقطعه هحطها وهي هتلزق مع الكريم شانتيه، هيمسك الكلام ده كله. طبعا عملت طبقه من الفانيليا وطبقه من الشوكولاته، هفضل كده لحد ما اخلص كل كميه الكيك اللي عندي. طبقه من الشوكولاته وطبقه من الفانيليا. طبعا انتي لو حابه تعمليها كلها فانيليا مفيش مشكله، حابه تعمليها كلها شوكولاته برضو مفيش مشكله، هتطلع معاكي جميله جدا جدا. و... وكيك السبونج ده هو اللي هو بتاع الجاهز يعني، طري جدا جدا جدا. يعني انتوا شايفين الكيكه اصلا مش مستحمله حاجه خالص، يعني انا لو ما كنتش حطيت اللبن برضو كانت هتطلع طريه جدا. بس انا حبيت برضو، انا كنت اول مره استخدمه فحبيت ان انا احط لبن. كانت طالعه بجد بجد جميله جدا جدا. وانا ان شاء الله هعمل لكم تورت بس باللي هو الكيك بتاعنا العادي، معمول في البيت مش جاهز. طبعا هغلفها كويس جدا كده من بره، مش لازم يعني شكله منظم لان احنا هنعمل حاجه تانية. حطيتها بس في التلاجة اللي هي تسقع بعد ما غلفتها كلها كده بالكريم شانتيه. طبعا لازم تتحط في التلاجة فترة طويلة يعني، عشان لما تيجي يعني تخرطيها يكون الكريم
شانتيه جامد، ما يكونش سايل والجو حر فايه، فلازم تكون في التلاجة ساعتين او ساعة ونص، ده على الاقل يعني. طيب الطبقة اللي على الوش انا بس بحط كمية كريم شانتيه كويسة، وافردها كده، برضو مش لازم افردها كويس جدا لان انا هقطع عليها من فوق قطع من الشوكولاتة. الشوكولاتة طبعا المبشورة، حابة تعملي روزيتات ورد من الكريم شانتيه برضو مفيش اي مشكلة. انا فردت كده، وهدخلها برضو للتلاجة تسقع شوية عقبال ما اعمل الشوكولاتة اللي انا هسيح الشوكولاتة اللي هستخدمها. طبعا معايا ورق زبدة عشان ده اللي هفرد عليه الشوكولاتة، ورقة اللي هو انا لفيت التورتة بتاعتي فقست المقاس الارتفاع بتاعها فقطعت على هذا الاساس يعني. ودي الشوكولاتة اللي هسيحها عشان استخدمها وافردها على ورق الزبدة علشان اغلف بيها الشوكولاتة. طبعا من تحت حطيت ورق زبدة كبيرة عشان اي شوكولاتة تطلع من الجوانب حرام ما تتهدورش يعني، ما نرميهاش. طبعا هقطعها على ورق الزبدة وهنستخدمها تاني، مش هيكون فيها اي مشكلة. انا طبعا بعمل كده وبعد كده هفردها بالسكينة، هفرد الشوكولاتة دي كلها كده بسكينة او معلقة او باي حاجة. وطبعا قبل ما تجمد يعني الشوكولاته مسكت نفسها، بس ورق الزبده يعني لسه طري، يعني الشوكولاته من تحت لسه طريه، بروح اوام مطلعه الكيكه بتاعتنا ولفاها حوالينها. انا طبعا ما عرفتش اصور لكم لان الكاميرا فصلت، انا اسفه جدا جدا والله، بس انا هشرح لكم اهو. قبل ما تجمد كده بشويه رحت شايله ورق الزبده ورحت لفاه على الكيك بالمنظر ده، ورحت بايدي يعني احسس عليهم من ورا كده علشان يعني الشوكولاته تمسك في الكريم شانتيه. تمام. بعد ما لقيتها ان هي نشفت رحت شايله ورق الزبده بيشال معانا بكل سهوله. وطبعا على الوش حطيت شوكولاته مبشوره. طبعا اللي مش حابب الشوكولاته المبشوره فيكم تعملوا اللي هو روزيتات الورد، او تحطوا اي فاكهه مجمده، اي حاجه انتوا حابينها في التزيين، شوكليت شيبس، الكور بتاع الشوكولاته الصغيره دي، مفيش اي مشكله، هتبقى معاكم جميله جدا جدا. وطبعا اللي مش حابب يعمل الصور بتاع الشوكولاته دي فيكوا تغلفوها كلها بشوكولاته مبشوره، يعني برضو هتبقى جميله جدا بدل ما انتوا تعملوا صور كده من الشوكولاته. لا، كل كيكه برضو من على الجوانب شوكولاته مبشوره وفوق شوكولاته مبشوره، هتبقى معاكم جميله جدا. يا رب الوصفه تعجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليوصلكوا كل جديد.